يا مساء الخيرات والمسرات. الفيديو ده للي أول مرة تعمل جلاش، يعني اللي لسه متجوزة جديد أو المغتربة ولا عايشة لوحدها. همشي معاكي خطوة بخطوة من أول ما نرص طبقات الجلاش وكم طبقة عشان يطلع مظبوط، وإمتى نعرف إنه خلاص استوى، وإزاي نوزع الحشو مظبوط، يعني كأني واقفة معاكي في المطبخ بالظبط. طيب أول حاجة هنحضرها هو طبق يكون فيه تقريبا نص كوباية سمنة أو زبدة أو زيت أو مخلوطين مع بعض، سمنة على زيت أو زبدة على زيت. وهتحضري الصينية بتاعتك وهنفرد جنبها لفة الجلاش كاملة. في الأول هتدهني أرضية الصينية والجوانب بتاعتها بالمادة الدهنية بتاعتك، وبعدين هتحطي أول طبقة من الجلاش وتحطي عليها تاني سمنة أو زيت أو المادة الدهنية بتاعتك، وتبدأي ترفعي الحروف بتاعتها على طرف الصينية زي ما انتي شايفة، وهنعرف قدام ليه بنعمل الحركة دي. زي ما أنا باعمل كده هتحطي طبقة وتحطي مادة دهنية وترصي الطبقة التانية وتحطي مادة دهنية عشان الجلاش بتاعك يطلع مورق ويكون طعمه مظبوط. طيب احنا هنفضل نحط كده كام طبقة بالظبط؟ هتحطي حوالي 6 طبقات، مش أقل من 6 طبقات، لأن الطبقة اللي تحت هي بتكون هي اللي بتمسك الجلاش كله، فلازم تكون الطبقات فيها عددها على الأقل 6. طيب الطبقة السادسة مش بتحطي عليها مادة دهنية، ليه؟ لأن الحشوة بتاعتك غالبا هتكون لحمة مفرومة أو جبن أو فراخ، فغالبا هيكون فيها دهون. هنا الحشوة بتاعتي كانت لحمة مفرومة، وعشان تطعمي اللحمة المفرومة بتاعتك حطي عليها معلقتين صلصة، هتودي طعم الحشوة في حتة تانية خالص. وكمان بشرت عليها جزر وهقطع عليها فلفل رومي بارد، ولو حابة تحطي فلفل حامي مفيش مشكلة. بعد ما جهزنا الحشوة هنبدأ نوزعها في الصينية بتاعتنا، وعشان غالبا الأطراف بتاعة الجلاش غالبا الناس ما بتحبهاش عشان بتكون ناشفة وما فيهاش حشوة فبترميها، فعشان السبب ده احنا رفعنا الأطراف بتاعة الجلاش واحنا بنرص الطبقات، بحيث ان احنا نوزع الحشوة كويس جدا في الحروف لحد حرف الصينية خالص، وننزل عليه بالأطراف بتاعة الجلاش، بحيث إن الأطراف تحمي الحشوة ما تطلعش من الجلاش نفسه وتبدأ تتحروق في الصينية. فهنوزع الجلاش كويس جدا ونتأكد إن الأطراف كلها متوزع عليها الحشوة، وبعدين هنبدأ نرص بقية طبقات الجلاش. وغالبا أول طبقة بعد الحشوة برضو مش بحط عليها مادة دهنية لأن هي بتكون ملاصقة للحشوة نفسها. هبدأ أرص بقية الطبقات، هحط الطبقة التانية والتالتة وأوزع المادة الدهنية بتاعتي. هنا بقى هابدأ أدخّل الأطراف بتاعة الجلاش كلّها، أدخّلها تحت طبقات الجلاش كلّها، بحيث إن يبقى من فوق أول طبقة تكون متساوية وشكلها مضبوط. وهتجيبي سكينة وتبدئي تقطّعي الجلاش حسب عرض القطع اللي أنتِ حاباها، يعني في ناس بتحب القطع تكون كبيرة، اللي عنده أطفال زيي أنا باحاول أقطّع القطع تكون صغيّرة على قد ما أقدر عشان الولاد يقدروا يمسكوها. دلوقتي هابدأ أجهّز بقى الخلطة اللي بتتحط على وش الجلاش، واللي بسببها قطّعنا الجلاش عشان الخلطة دي تتغلغل كده بين طبقات الجلاش ويكون طري و ويبقى طعمه لذيذ جدًا في الأكل. بنحط بيضاية عليها نُص كوباية لبن، ده على حجم الصينية اللي أنا عاملاها، لو الصينية بتاعتِك أكبر بتزوّدي اللبن أو بتحطي لبن وشوربة، وباحط عليها فلفل أسود عشان زفارة البيض، وباحط عليها ملح، نُص معلقة ملح صغيرة، وبابدأ أوزّعها في الصينية بتاعتي بالشكل ده، وأتأكد إن هي وصلت لحد الأطراف عشان الأطراف ما تكونش ناشفة، وبعدين هتدخّليها في الفرن على درجة حرارة 180 وتنتظري لحد ما الأطراف تبقى لونها محمِر أو أورنج كده. أول ما تاخد اللون ده بعد حوالي تِلت ساعة تفتحي تشوفيها، يبقى كده خلاص الجلاش من تحت استوى. هتولعي عليه الشواية لحد ما ياخد اللون الدهبي. جربي الطريقة دي ودوقي بقى أحلى صينية جلاش وبألف هنا وشفا.